السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Community Code for everyone. اليوم غادي نتعرفوا على واحد data type overview، يعني غادي نشوفوا الأنواع ديال data types وكيفاش كيتكتبوا وكيفاش أننا نتعرفوا على كاع الأنواع ديال data types اللي عندنا تقريبا اللي غادي نستعملوهم بزاف. أول حاجة غادي نبداو بها، غادي نستغلو أننا تعلمنا الدرس ديال الكومنت، وغادي نديرو واحد الكومنت هنايا باش نقدرو أننا نشرحو بيهم داكشي اللي عندنا. أول فانكشن غادي نتعلموها اليوم ولا غادي تعاوننا بزاف هي فانكشن سميتها type. هاد الفانكشن هادي ديال type ملي كنستعملها في بايثون كتعطيني الكلاس ولا التايب ديال داك الاليمون اللي وسط منه. يعني كما تعلمنا في دونك اول حاجه الا جيتي هنايا كتبتي تايب بحال هكا ودرتي هنايا بحال هكا وجيتي هنايا وحطيتي كليك هنايا طويله غايقول لك هنايا تايب كتخشي وسط منها اوبجيكت this object type فهمتيني name base dictionary keywords وهو كيري لك new types copy from class doc. دونك هنايا هاد الفانكشن هادي كتقول لك اين كلاس وسط منا تو سامبلوم. ثاني حاجه خصنا نتعرفوا عليها اللي هي مهمه بزاف واللي قلتها سبق لي قلتها في مجموعه ديال الفيديوهات هي all data types in Python is object. وكاع الانواع ديال الداتا تايبس اللي كاينه في بايثون هي عباره على دي زوبجي على اجسام. وان شاء الله في الدروس الجايه المتقدمه غادي نعرفوا شنو هما لي زوبجي، شنو هما الكلاس، كيفاش ندخلوا ليهم، كيفاش نتعاملوا معاهم، وهاد تميزات اخرى اللي هي كتعتمد لينا اللي هي كتسمى البرمجه الكائنيه اللي هي البرمجه ديال او اللي ديجا مشهوره اللي ديجا مهمه بزاف. وخص اي واحد كمبرمج انه يتعلم البرمجه الكائنيه. هذا واحد التقديم بسيط للدرس اللي غادي نشوفو اليوم. دونك هذا مكان سو دابا غادي نتعرفوا على انواع ديال الداتا تايبس اللي عندنا في بايثون. اول نوع ديال الداتا تايبس غادي نتعرفوا عليه دابا اللي هو integers. دابا الا حطيت لك هنايا 10 ودرت هنايا print فتو سامبلومون هنايا غادي يطلع لك انه هاد العشرة هادي الكلاس ديالها هو integer. اول داتا تايب تعرفنا عليها اليوم هي integer. وبالتالي هاد الانتيجر هذا هو اعداد اللي كتكون صحيحة نسبية، بمعنى انه ممكن انني هنايا ندير عدد اللي هو مثلا سالب. مثال انه الا جيت انا هنايا ودرت مثلا ودرت print بحال ما هكا ودرت انا مثلا type بحال ما هكا ودرت هنا بحال ما هكا ودرت هنايا ناقص 10 فتو سامبلومون ودرت print هذا بحال ما هكا فحتى هذا براسو غيعطيني integer تو سامبلومون. اوكي اجي دابا نشوفو انواع اخرى ديال الداتا تايبس مثلا اللي هما الفلوتين. تو سامبلومون هنايا الا درت مثلا 100.6 تو سامبلومون فهذا كتعتبر فلوت. يعني الا جيت انا هنايا بحال ما هكا فهو غيقول لك الكلاس is floating. شنو هو الفلوت؟ الفلوت هو واحد هما الاعداد اللي تيكونوا فيهم الفاصلة او الاعداد اللي كتكونوا مركبة من جوج ديال الخانات، يعني يكون فيهم اعداد اللي هما كيتعنوا ماتيماتيكمون هو لونسومبل دي. دونك اعداد اللي كتكون فيهم الفاصلة كيتسموا اعداد اللي هي float numbers اللي هما هادو تو سامبلومون نقدروا نقولوا ليهم
كنقول لهم فلوتين نديرو بوينت نمبرز. دونك بوينت نمبر اللي هما الأعداد اللي كتكون فيهم الفاصلة بالعربية تعرف أي عدد فيه الفاصلة فنقدرو أننا نسميه تو سامبلومون بوينت نمبر، يعني مثلا كذا 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 فاصلة كذا 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 كذا. إلا جيت هنايا ودرت ليها كذا فهنايا غتعطيني فلوت تو سامبلومون. شنو هما الأنواع الآخرين ديال الأنواع الآخرين ديال الداتا تايبس اللي عندنا؟ غادي نلقاو نوع آخر ديال الداتا تايبس اللي هما الليست تو سامبلومون اللي هما الليست. كيفاش هاد الليست هادو؟ بلاتي نجي نقادو شوية الفيشي عندنا دابا، نمشيو داكشي عندنا هنا مقاد، داكشي واضح لكلشي. تو سامبلومون بحال ما انواع داتا تايبس اللي عندنا هما سترينغ. نشوفو سترينغ قبل ما نشوفو الليست. دونك هنايا عندنا تايب تو سامبلومون، هنايا عندنا مثلا hello بحال ما هكا بايثون تو سامبلومون. سو هذا كتعتبر سترينغ. سو انا من غادي نبرينتي بحال ما هكا غيجي يقول لي هذا عبارة على str اللي هو string. سو انه الداتا تايبس اللي كاينه اخرى اللي هي str اللي هي كتعتبر لينا string اللي هو نص. اوكي، كاين داتا تايبس اخرى اللي هما lists. اوكي، كيفاش هاد الليست هادو كيتكتبوا؟ دونك هنايا بحال ما هكا وغادي ندير انه بحال ما هكا وغيعطيني مثلا 1 2 3 4 5. هادي انايا من غادي نجي هنايا وغادي ندير 15 غادي يطلع ليا ليست هي كتكون عندنا سكوير براكيت كيكون وسط منها مجموعة ديال الأعداد. هذه ما كتسماش array، هذه كتسمى list. الاري هي هي ما كايناش build in function في بايثون. خصك تكار واحد library بالarray، ولكن في بايثون هذه كتسمى list. الاريز كنعيطوا لهم كنعيطوا واحد library اللي سميتها array، هي اللي كتعطي لنا الاري فانكشن. واش دابا نتعرفوا عليه ان شاء الله في ادفانس فيديو ان شاء الله من غادي نوصلوا الاريز وغادي نناقشوا. سو هذه كنسميوها list. والليست ديالنا هي انها هي ليست ما فيها شي حاجه، هي واحد لا ليست اللي كتحتوي لينا الاعداد على strings على اللي بغينا. وان شاء الله مازال كل داتا تايبس من هنايا غادي نتعمقوا فيها وغادي نشوفوها، ومازال الفيديوهات القادمه غادي نزيدو نتعمقوا. فحنايا فقط هنايا كنديروا اشاره لمجموعه كنعطيو السميات والتعريفات ديال الداتا تايبس اللي كاينين باش اننا نستعملوهم من بعد تكون ديجا عارفهم ماشي اول مره غادي تشوفهم. كاين تريبل تايبل هو نوع اخر ديال داتا تايبس. ها هو غادي نشوفوه بحال ما هكا اللي هو عاوتاني هنايا غنديرو برينت الاولى برينت، غنديرو تايب هنايا غادي نديرو بحال ما هكا وغادي نديرو بحال ما هكا وغادي نديرو عاوتاني 1.2.3.4.5 و الى اخره. انه دابا انا من غادي ندير برينت هنايا كتب لك تابل هو واحد النوع ديال داتا تايبس اللي كنديرو اللي كيكون كيشبه الليست، ولكن بلاصه من سكوير براكيت كندير اقواس هنايا وكنفرقهم بالفاصلات. دونك هذا كيتسمى تايبل اللي هو نوع ديال داتا تايبس اللي حتى هو كاين في بايثون، اللي حتى هو عنده مجموعه ديال الاستعمالات ان شاء الله غادي نشوفوها من بعد. هادشي كامل غادي نتعمقوا فيه من بعد. دونت وري الاخوان كلشي غادي نشوفوه. انواع اخر ديال داتا تايبس اللي كاين عندنا اللي هي الديك.
dictionary اللي كتكون فيها الكي كذا، كتشرح بحال ديكشنري، كتكون عندك الحاجة والشرح ديالها، الحاجة والشرح ديالها، الحاجة والشرح ديالها، بحال شي ديكسيونير. ما كاين حتى شي، يعني بايثون اصلا السميات ديال الفاريبلز ديالها و داكشي ديالها هما سميات اللي هما واقعيين، ما كيديش لك شي سميه اللي غادي تحمقك. مثلا هنايا غيكون عندنا بحال هكا، وغيكون عندنا بحال هكا، وهنايا مثلا غيكون عندنا هنايا 1 بحال هكا، هنايا بلاتي هنايا 1، هنايا بحال هكا، ويكون فيها غيكون هنايا 1 من موراها بحال هكا، من موراها غادي يكون 2 تو سامبلومون، من موراها غيكون بحال هكا، من موراها غيكون بحال هكا، من موراها غيكون بحال هكا، من موراها غيكون بحال هكا 3، من موراها نخرجو بحال هكا، وغنديرو بحال هكا، وغنديرو 3 تو سامبلومون. هنايا كان غلط اللي هو هاد تو سامبلومون، هادي كتسمى ديكشنري. دونك هنايا كيكون عندك كي وجواب ديالو، الكي وجواب ديالو، الكي وجواب ديالو، فهادي كتسمى ديكشنري. دونك انا اون فوا غادي نران غيعطيك ديكت. دونك بايثون ملي كيسمى ديكت، ديكت بمعنى انه هادي راها ديكشنري، يعني كلمة والشرح ديالها، كلمة والشرح ديالها، كلمة والشرح ديالها. وان شاء الله هاد اللعبات هادو كاملين غادي نناقشوهم في المستقبل. داتا تايبس اخر اللي غادي نشوفوها دابا اللي بقات لينا واللي هي البولين. البولين هي كتكون واحد القيمة هي ترو هي فولس، تو سامبلومون اللي مثلا غنقولو واش جوج كتساوي لينا دو، واش دو ايكالا دو. وهادي إلا درنا ليها برينت بحال هكا غتعطينا بولين فاليو، وبالتالي هادي سوا ترو سوا فولس، هادي هي البولين فاليو. يعني كتكون عندنا واحد القيمة يعني فيها جوج ديال لي فالور، يعني هي كتكون صحيحة هي كتكون غلطة. دونك هادو هما تقريبا كاع الداتا تايبس اللي عندنا في بايثون، يعني هادو هما اغلبيه ديال الداتا تايبس اللي غادي نبداو نستعملوهم ولا تستعملوهم ديما. دونك اللي هو built in بايثون، يعني كاين انواع ديال الداتا تايبس اخرين ولكن ماشي built in بايثون، كنستعملو libraries، وهادشي هذا ادفانس اللي مغاديش نناقشو دابا، مي غادي نوصلو ليه غادي نتعاملو به. كما قلت لكم من هذا الكورس هذا mastering of Python، وبالتالي اي حاجه كاينه في هذه اللغه هذه غادي نناقشوها وغادي نخدموا فيها بروجيكت وغادي نتعلموا ليها. فنعاود نديروا واحد الريكاب خفيف. دونك كما قلت لكم انه هاد الفانكشن تايب الدور ديالها هو تحدد لك شنو هو النوع ديال التايب اللي كتكتب وسط منها. وقلنا لكم انه كاع الداتا تايبس في بايثون عباره على اوبجي، بين قوسين ان بايثون كتدعم البرمجه الكائنيه. فبالتالي كاين integers، كاين float، كاين string، كاين list، كاين tuple، كاين dict، وكاين boolean value. هادو هما انواع ديال data types اللي كاينين في بايثون. ان شاء الله في لا فيديو الجاي غادي نشوفوا الفاريبلز وندخلوا في واحد الكونسيبت مهم اللي كيدوخ بزاف ديال الناس في البدايه اللي هو الفاريبلز. فنتمنى يكون عجبكم لا فيديو، حاولوا انكم تدعموني بجيم كومونتير باش نستمر. بابا الناس اللي باغيين يدخلوا الكوميونيتي في الديسكورد او الكوميونيتي في واتساب يصيفطوا لي ميساج في هذا النيميرو هذا 06 23 85 28 89. دونك هادي هي النيميرو ديالي، حاولوا انكم تصيفطوا لي ميساج باش انني نقدر ندخلكم في الكوميونيتي ديسكورد وفي الكوميونيتي واتساب. هذا هو النهاية ديال لا فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله لا فيديو الجاي اللي غيكون كيتكلم على الفاريبلز باذن الله.